انت خريجة اصلا كلية اداب انجلش. اداب انجلش. ايه اللي ودى اداب انجلش لفنانة؟ اللي هقول لك، انا اصلا كنت عايزه ادخل معهد فنون مسرحيه، واداب انجلش ما كانتش خالص في حساباتك خالص. الحقيقه ان انا لما رحت قلت لبابايا انا عايزه اخش معهد فنون مسرحيه، قال لي بصي عندك ورقه التنسيق كلها اهي، اللي انت عايزه تخشيه خشيه. معهد التمثيل او معهد اكاديميه الفنون اعملي عليها كروس، دي حاجه واحده مش هتخشيها. ليه؟ كان رافض اصلا. طبعا كان رافض. ليه يعني بابي ليه؟ قال لي علشان انت خريجه مدارس انجلش طول عمرك بتدرسي انجلش، هنفترض انك انت دلوقتي مثلتي بعد ما تتخرجي وما نجحتيش او زهقتي او جوزتي راجل قال لك اقعدي في البيت وانت عايزه تشتغلي، هتشتغلي ايه بمعهد فنون مسرحيه غير انك تكوني ممثله؟ قلت له لا انا هبقى ممثله يمين شمال. قال لي ماليش دعوه، انا بديكي كل الامثله، فدي مهنه ما ينفعش تشتغلي غير بيها. لو ما اشتغلتيش بهذه الشهاده في اي حاجه غير التمثيل مش هتلاقي حاجه تانية تقبلك، ولا حد يقول لك معهد فنون مسرحيه. انا مالي يعني علاقتي هو معهد فنون مسرحيه لازم تكوني ممثله، ما بقيتيش ممثله هتشتغلي بيها ايه؟ ولا اي حاجه. قال لي خلاص كملي في اداب انجلش. قلت له طب انا مالي؟ قال لي اداب انجلش هتدرسي دراما وهتدرسي مسرح وممكن تمثلي في مسرح الجامعه، اعملي اللي انت عايزاه، بس ما تجيش تقولي لي تمثيل الا لما تخلصي تتخرجي. قلت له ماشي حاضر. فالحقيقه ان حتى لما جه يعمل قشر البندق انا كنت في سنه اولى، فكان جاي عامل فيلم للشباب. فمامتي قالت له انت عايز تقهر بنتك؟ يعني انت عامل فيلم تقدم فيه شباب ومش عايز تاخد بنتك الا لما تتخرج؟ قال لها وفري سقطت. قالت له لو سقطت خلاص ابقى قعدها وما تخليهاش تنزل تاني الا لما تتخرج. لكن هي بقى اللي عليها ان هي تثبت ان هي قد المسؤوليه دي، وان هي لما هتخش هتنجح، مش كممثله هم لهمش فارق معاهم موضوع التمثيل ده، هم فارق معاهم ان انا اخد شهادتي. واحنا زمان كان يعني الشهاده برضه شهاده مهمه، كنا ستيل بلد شهادات وقتها برضه جدا. وستيل لحد دلوقتي على فكره فعلا في، بس فكره بقى دلوقتي بيقول لك شهادات اونلاين ومش عارفه ايه والحاجات، واخد دكتوراه اونلاين واعمل ميني ماستر اونلاين كتير قوي الحاجات دي. فبقت فكره الشهاده من جامعه وبتاع ما بقتش يعني مش حاجه ده الموضوع يعني. ف لكن على ايامي لا، كان في طلع مع بابايا يهمه الشهاده ويهمه ان انا اتخرج ويهمه ان انا استفيد بدراستي في المدارس اللي انا اتربيت فيها طول عمري، فلازم استفيد باللغه اللي انا اتعلمتها كده. فعملت اللي هو عايزه، وانا الحقيقه كنت غير راضيه.